السلام عليكم. اولا كده، مصر فضلها كبير جدا على جميع الدول العربيه، والكل يشهد والتاريخ بيشهد. لو احنا بنجيب حاجه من عندنا اسالوا التاريخ. مصر، انت تعرف ايه عن مصر؟ مصر بيتقال عليها ام الدنيا، تنسب لستنا هاجر لانها مصريه، علشان كده بيقولوا مصر ام الدنيا. مصر التاريخ، مصر 7000 سنه حضاره، مصر المشايخ، مصر العلماء، مصر اللي انتوا عايزين تشوفوها، مصر اللي الناس كلها شايفاها. غير مصر التاريخ. مصر مش محمد رمضان، مصر مش حسن شاكوش ولا الحمو بيكا ولا الاشكال اللي بتسمعوا بيها دي. مصر الشعراوي، مصر الحسري، مصر المنشاوي، مصر عد ما تعدش قراء. مصر الفن، مصر ام كلثوم، مصر الاصاله، مصر اللي خيرها على كل عربي، مصر اللي لو وقعت العرب كلها تقع. مين انت عشان تتكلم على مصر؟ انا عن نفسي ما اتكلمتش على المغرب بسوء، بالعكس بقول ان المغاربه اخواتنا، واكتر واحد كنت فرحان وبشجعكم في كاس العالم عشان انتوا بتمثلونا، بتمثلوا 435 مليون عرب، بتمثلوا كل العرب. فما فيش حقد ولا غل ولا غيره ولا اي حاجه. وقلت برضو ان انا ضد اللي عمله حسين الشحات ومش موافق عليه تماما، بس في القانون المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ليه حسين الشحات عمل كده وليه اتصرف كده؟ الله اعلى واعلم، هو وحده اللي يعلم. ده اللي انا قلته. تقوم انتوا طالعين في التعليقات تشتموا وفي المصريين ومش عارف ايه. وقلت مليون مره يا جماعه دي فتنه، فتنه واحنا بنصنعها بايدينا عن طريق التليفون بتعليقاتك السخيفه. قلت وقفوا الفتنه دي. والله احنا بنحبكم، احنا مش بنكرهكم. القله اللي بتطلع تكتب دي ولا تتذكر اصلا، سواء مصري او مغربي، ولا ليهم لازمه. دول عايزين يعملوا فتنه بس، وقاعد على التليفون كده مش راجل. اي حد بيكتب تعليق فيه شتيمه سواء مصري او مغربي مش راجل. اقسم بالله، عشان لو راجل يطلع كده عيني عينك يتكلم قدام الناس زي ما احنا بنتكلم كده. لاننا مش بنقول حاجه عيب ولا بنقول حاجه فيها تحريض ولا حاجه وحشه، احنا بنتكلم مع بعضينا، بنتواصل مع بعضينا، انت في دوله وانا في دوله وبنتواصل مع بعضينا، بندردش يا عم. ما توصلش بقى للشتيمه وقله الادب. انا مقتنع مليار في الميه ان اللي عمله حسين الشحات غلط، وقلت ان حسين الشحات فعلا لو غلطان، وقلت ان في تقرير للمباراه وتحقيقات شغاله وهي اللي هتثبت مين اللي غلطان. ولو حسين الشحات غلطان يستحق اقوى عقاب ويكون عقاب قاسي كمان، ولكن الشيبي برضه لو هو اللي طلع غلطان يستحق برضه اقصى عقوبه، لان دي كره قدم في الاخر. والله اعلم اللي عمله الشيبي ايه، والله اعلم اللي عمله حسين الشحات ايه. التحقيقات والتقارير هي اللي تثبت. لكن ما تجيش تزايد عليا بقى وتقول لي مصر. مين مصر؟ خش اقرا التاريخ، عشان انا مش بتاع تاريخ هقعد اقول لك تواريخ، انا مش حافظ تاريخ. بس مصر اي عربي في الدنيا عارف فضلها عليه. اسال جدودك، مش عارف اسال جدودك مين مصر. ما تجيش تتكلم على مصر وتجمع، ما تجيش تتكلم على نادي الاهلي كله وتجمع. اتكلم على اللاعب فقط لا غير، واللي داخل يقول لك الجهلي، واللي داخل يشتم ويسب بالام، يعني جوه التعليقات سب بالام والاب كمان. انت كده فاكر ان انت بتدافع عن الشيبي؟ انت بتشايل نفسك يا حبيبي وزر، وزر مكتوب مش هيتمسح، هيفضل على النت مستنيك ليوم القيامه لما انا اقابلك قدام ربنا. انا لغايه دلوقتي ما غلطتش في اي مغربي ولا شتمت اي مغربي. ممكن ارد عليه الاهانه بكلام مهين، لكن مش شتيمه ولا سب، لان ليا ناس تعز عليا جدا اقسم بالله، مغاربه اخواتي اخواتي وبيتواصلوا معايا باستمرار. ومن ضمنهم واحد عندي على القناه اسمه وجدي، ده من وجده. وليا ناس صحابي من طنجه ومن كل حته، وبيكلموني على الواتس ومش مش موافقين اللي بيشوفوه على التعليقات، لانهم عندي على القناه في اليوتيوب مش موافقين وما علقوش لغايه دلوقتي علشان مش عاجبهم، وزعلانين مني برضه في كام حاجه قلتها غلط. وانا بني ادم اكيد ممكن اغلط، يعني عادي جدا يعني. لما تيجي انت بقى تلاقيني غلطان ترد لي الغلط، مش ترده لي شتيمه. واخيرا عشان صلاه المغرب، الشحات لو غلطان يتحاسب والشيبي لو غلطان يتحاسب. هنفضل كلنا في الاول والاخر اخوات، بس كده. وكفايه بقى ايه فتنه، ارجوكوا كفايه فتنه، علشان احنا بنحبكم. اقسم بالله لو كنت تشوف المصريين في كاس العالم بتاع قطر كانت بتشجع المغرب اكتر من المغاربه ذات نفسهم. وعيب، عيب اختشوا. كل الناس اللي داخله تكتب تعليقات تشعل بيها فتنه، عيب اختشي. احنا دم واحد، وطن واحد، تربطنا قضيه واحده فلسطين، ويجمعنا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. وحد الله في قلبك وصلي على النبي. السلام عليكم، ويلا قوموا صلوا المغرب.